عمي انا جاي طالب ايد بنتك. مفيش مشكله يا ابني. طيب انت عندك ايه؟ عنده برد. برد ايه؟ ما تكسفناش قدام الراجل بقى، عيب. انا ما عنديش حاجه خالص يا عمي. ما اقصدش في الامراض يا ابني، اقصد عندك ايه ماديا. ما هقول لك ما عندوش حاجه يا عم انت. يا اسطى استنى انت يا اسطى، حضرتك ممكن توضح لي اكتر؟ عندك شقه؟ لا. عندك عربيه؟ لا. امال العربيه دي بتاعت مين؟ دي ده انا مأجرها من معرض سيارات. طب عندك فلوس؟ لا. ما تقولش كده يا صاحبي، انا فلوسي كلها تحت رجلي. اوعى اسمعك بتقول كده تاني. طول ما انا جنبك جيبك مليان. بس يا نتن ده انت عليه 15 جنيه حساب القهوه اللي شربناها في شبين الكوم في الكافيه لما كنا الساعه 3 وكنت لابس تيشيرت برتقاني وبنطلون اسمر. ما خلاص يا صاحبي، ما تسيحناش قدام حمام. حما مين يا معفن انت وهو؟ بقى انا على اخر الزمن اجوز بنتي لواحد صاحبي لابس سلسله؟ على فكره بقى يا حاج، ده مش صاحبي. امال مين ده؟ ده ابن صاحب معرض السيارات اللي انا مأجر منه العربيه دي، مطلعه معايا عشان يخلي باله منها يعني. بقى انا ابن صاحب المعرض. طب على فكره بقى يا حاج، الواد ده متجوز ومخلف وانا ابنه. روحني بقى يا بابا، عايز اروح يا بابا. ازاي يعني يبقى كل ده ابني ده؟ عادي يا حاج، ما انت بنتك جامده واطول منك وما اتكلمناش. اتفوق عليكم يا زباله. استنى بس يا حاج، كده يا عم طيرت العروسه مني. ما انت اللي استفزتني، اعمل لك ايه يعني؟ خلاص حصل خير. اجهز بقى بالليل عشان هوديك العروسه على ذوقي. لا يا عم بلاش ذوقك والنبي، مش ناقصه قرف. هتكتر اكسر لك العربيه. وانت بقى تيجي معايا وانا بتقدم؟ مش عايزني؟ خلاص يا عم روح لوحدك. لا يا صاحبي انا ما اقدرش اروح في حته من غيرك. لا، رحت امبارح شربت عصير قصب الساعه 1 بالليل بعد حجز الكوره اللي انت رحته من غير ما تقول لي. انت مخابرات يالا. كلموني على الانستا برد على الكود.